بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عيد الضحية قرب اهو، اللهم اجعلها ايام مفترجة على أمة محمد اجمعين. النهارده بقى انا هعمل غدا كده. جيت من الشغل جبت معايا سمك. انا ما بجيبش السمك بالكيلو الصراحة، انا بجيب السمك بالعدد، يعني عد مثلا 3 سمكات 4 سمكات وزي ما بيطلعوا. دول 4 سمكات قطعوا معرفش جرامات كام، لكن هم قطعوا 104 فلوس الكيلو ب 75 جنيه. وهعمل سلطه خضراء وهنعمل رز صياديه. طبعا السمك انا غسلته كويس ونضفته، وكلكم عارفين طبعا انا بغسله ازاي وبنضفه ازاي، بخلي قلبه زي الفل وبغسله بليمون وخل وملح. وبعد كده بحياه الحياه بتاعه. طبعا لو عندي الهريسه اللي انا عاملاها باخد منها على كام فص ثوم، واحط بهارات السمك دي اللي انا ما بستغناش عنها. بهارات السمك دي، توابل السمك دي تحفه تحفه بجد، تحفه في الرز وفي السمك وفي كل حاجه. وبتبل بيها بقى النهارده عشان ما عنديش هريسه. راس توم كبيره مع قرن فلفل اخضر مع ملح مع بهارات السمك مع شويه كمون. دقيتهم كويس وحصرت عليهم ليمونتين وحيقت السمك بتاعي. النهارده بقى هنعمل شويه رز صياديه. طبعا السمك سهل، انا هقليه معاكم بس عشان ما اطولش عليكم. هعمل شويه رز صياديه. دي بصلايه وزيت، بصلايه كبيره. ولعت النار كده على البصله بتاعتي، هسيبها بقى تحمر لحد ما لونها يبقى احمر. مش هقول لك دهبي فاتح، لا، تحمر. وحطيت هنا، تعالوا اوريكم، واو العشق بتاعي كابوريا، وجايباها صاحيه. هنزل لكم كمان وهي اخر واحده طلعت عيني على ما ماتت. كابوريا. حطيت ايه على الكابوريا؟ حطيت حته من الحياء بتاع السمك اللي هي الدقه اللي انا عاملاها بتاعت السمك، وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا. وحطيت بس، واسيبها كده ولا ميه ولا اي حاجه، هي مع نفسها على عين هاديه. اول ما لونها بيبقى برتقاني بفضل اقلب لحد ما كلها يبقى لونها برتقاني، ونحمر البصله تحمر معانا، وهنقلي معاكم السمك. خليكم معايا. تعالوا اوريكم انا ببدر السمك ازاي عشان ما يعمليش مبهدليش الدنيا. شويه دقيق في كيس، احط السمكيه وبعمل كده. لا اسف على زيت كركبه. شايفينها بتطلع كلها متبدره وما بهدلتش المكان بتاعي. بنفضها كويس كده اهو، اهي تبقى كلها اتبدرت معايا. اوريكم واحده كمان. ما بعمل في صينيه بلاقي الدنيا كلها والرخامه بقت كلها دقيق، لكن اهي حطيتها كده اهي بس. وهنزل الدقيق الزياده بتاعي، هعمل كله بنفس الطريقه. وكمان ما تستهلكيش دقيق كتير في الحركه دي، هما شويه دقيق بيكفوا السمك كله. ده حوالي كيلو ونص سمك او كيلو 400 جرام. طبعا ما نعملش في دي كتير، ان الدقيق اللي هيفضل بيترمي، ما تستخدمش لاي حاجه، بيترمي. بدرته في ثانيه، وباقي الدقيق اللي فاض ولا طبق ان هو لازق فيه الدقيق ولا حاجه، بربطه كده اهو وبشيله. تعالوا بقى نشوف اغسل ايدي. اقلب البصله بتاعتي. البصله بتاعتي بتحمر،
هنزل بالسمك بتاعي، الزيت سخن. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحط السمك عكس عكس، يعني واحده كده وواحده عكسها عشان الطاسه يبقى واخد راحته. شوفوا بس البصله بتحمر معايا اهي. حمر البصله واجي اقول لكم هحط ايه في ميه الرز. وانا بحط ميته واحط التوابل بتاعته هوريكم. والسمك انا بقليه، والكابوريا بتاعتي زي ما انتم شايفين ما شاء الله ما بتاخدش حاجه على النار، تقليبه كمان وخلاص. اول ما بيبقى لونها اورنج كده انا بطفي عليها، بس نقلب عشان بيبقى فيه جنب وجنب. خليكم معايا. البصله بتاعتي لونها شايفينها بقت حمرا ازاي، مرت خالص. طبعا حطيت لها شويه ميه عشان على ما كنت هشغل الكاميرا كانت هتتحرق. حطيت الميه بتاعتي اهي. البهارات اللي هحطها في الرز: كاري، كركم، كل حاجه نص معلقه صغيره، كاري، كركم، كمون، بهارات سمك، ملح. هنحط كل البهارات دي كده تخلي لون الرز وطعمه تحفه. هقلب بقى كده. هغطي على الميه بتاعتي تغلي، لما تغلي هحط الرز. خليكم معايا. الميه بتاعتي غليت اهي، شوفوا لونها كمان اصفر وجميل ازاي. غليت اهو. غسله الرز، غسله نص كيلو رز هعمله. صفيه كويس. طبعا الطبق ده مسكه ان ما بيخليش نقطه ميه في الرز من غير ما توقعي وتحضري في الرز. يغلي وتقل الميه معاه شويه، هوطي عليه يتشرب. وادي السمك بتاعي اهو بقليه قدامكم، والكابوريا خلصت. شايفين لونها حلو ازاي. هرجع لكم بقى واحنا بنغرف اكلنا. وده كان اكلنا النهارده: السمك والرز صياديه والكابوريا، سلطه الطماطم. ملحقتش بعمل سلطه طحينه، مفيش وقت عشان نلحق ناكل. احنا كده بنتعشى مش بنتغدى. يا رب يكون اكلنا عجبكم النهارده. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك عشان يوصلكم كل جديد احنا بنعمله. مع السلامه.